مباشرة كده يعني بشكل جميل بعد طبعا لقاء الأمس، لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، وهناك كانت اجتماعات ما بين السيد المستشار مرتضى منصور وأحمد الشناوي وتبعات لمباراة الأمس. مرتضى بيه، مساء الأنوار. خير يا سمير. يا أهلا وسهلا. لازم يحبوا بعض. لازم يحبوا بعض. من غير حب لا يمكن في حاجة هتتم أبدا في الحياة. الحب هو أكسير الحياة. يعني شوف اللي أنا قلت لك امبارح. واحنا طبعا ما كلمناش في القرارات، انا عبرت لك عن مشاعري ومشاعر ناس كتيره. صحيح. انه الاصطياد اي اخطاء، ان انا عايز اعمل لك معاك اي مشكله. واخد بالك. يعني انا حزين بجد والله. يعني انا حزين والشماته. يعني انا اعرف ان نادي، يعني انا مثلا لما كسبت ممدوح عباس في القضيه بتاعت تزوير الانتخابات، انا عملت ايه؟ رحت اتنزلت. صحيح. العفو عند المقدرة. لا يعني هو كان فاهمين، برضه كان فاهمين الجمهور ان القضايا اللي بتاعت نادي الزمالك اللي في مجلس الدوله هي اللي معطله مسيره ممدوح عباس ومش عارف ياخد يعني دي اللي معطلك اخ ممدوح متنازل. تمام. فشل ورا فشل، مفيش مشكله. اللي بيحب النادي زي المثل بالظبط، الاثنين الستات اللي اتخانقوا على طفل، دي قالت ابني ودي ابني قدام القاضي. فالقاضي طلع راجل ذكي، قال طب خلاص نقسم الطفل ده نصين. النص الفوقاني للام دي، الام الحقيقيه لا مش عايز تاخده. بالظبط. طلعت الام الحقيقيه. تمام. فاللي بيحب نادي الزمالك، اللي بيحب الكلام، لازم يبقى موضوعي، يعني عنده موضوعيه. صحيح. انت راجل النهارده زي ما قلت امبارح عندك ترزي وقماشه. الترزي هم اللي اختاروه. القماشه هو طبعا ما اختارش لانه جه عليها، لكن محمد حلمي طلع في كل برامج قال انا اللي مختار كل اللعيبه. تمام. نعم. ده دليل ما بتدخلش. الراجل وناسيو ده من 5-6 ايام جه قعد معايا في مارينا. واخد بالك، واختار برضه. قال دول يمشوا ودول يقعدوا. قلت له طيب احنا مش هنصرح بالكلام ده الا بعد ماتش الاهلي، لان بعد الماتش الاهلي الدوري خلاص انتهى. بالظبط. واخد بالك. فما فيش حد بياخد خطوه الا اذا يعني انا دلوقتي لسه مخلصين اجتماع، والاخ فاروق جعفر كلم حازم امام ما ردش عليه. قلت له الماتش الاهلي الدوري خلاص انتهى. بالظبط. واخد بالك. فما فيش حد بياخد خطوه الا اذا يعني انا دلوقتي لسه مخلصين اجتماع، والاخ فاروق جعفر كلم حازم امام ما ردش عليه. ايمن وعوضه كويس ما ردش. وطبعا فاروق بوزه شبرين طبعا، لانه قال لك عيب ان انا اكلمه وما يردش عليا. كلم ايمن قال له انا ليا شروط عشان اجي، اي كلام. تمام. فانا حزين. هو ده المستوى اللي احنا طب ايه هي الشروط يعني يا مرتضى بيه؟ اللي هي الحاجه الطبيعيه اللي احنا بنعملها. لا يعني ايمن قال ليا شروط. ايه هي الشروط؟ لا اللي انا بعمله طبيعي. اللي هو ايه؟ اللي هو عادي يقعدوا يتناقشوا وناخد بكلامهم، اللي انا بعمله. طب خلاص. بعمله اصلا. ما قضيه يعني المفروض. قضيه. فما يعني عيب انك تقول فيش يعني كده مجرد تقول انا ليا شروط. اي حد بيحترم نفسه يقول لك لا خليك مكانك. مع ان اللي هو قاله هو اللي احنا عملناه او اللي بنعمله. تمام. وما رضيش يجي. وانا مش هروح اي كلام، مش مشكله. لكن هو في النهايه اكتر واحد حزنان انا عشان رئيس نادي الزمالك، عشان القضيه اللي اترفعت فيها 3 جلسات متتاليه. مصر المقص. انتهت. خلاص دي صفه من رجلين اللعيبه. وتشكيل وتغيير المدرب. صحيح. بقول لك تاني، انا بتفرج عليك امبارح في التلفزيون. وانت بتقول التشكيل، وبعدين قلت باسم. تمام. طبعا. وبعدين وقلت انت اعتقد الولد الثاني جنش تقريبا في الاول. جنش، بالرغم ان الولد كان هايل الحقيقه. يا ريت 100. لكن انا عايز اقول لك ان انا مشيت وراك انت. وتشكيل فجاه لقيتك بتقول لي مفاجاه. مفاجاه. ده دليل ان رئيس النادي لا يعرف التشكيل ولا يعرف المفاجاه. واخد بالك. وانا بقول تاني، انا مش هحط كوره في رجلي. انت حضرتك اطلب مني الاتي، امكانياتي ان انا اوفر لك جيم محترم، مرتبك، مكافئتك، ده المطلوب مني. بالظبط. لكن مطلوب مني انا احط كرة في رجلي واشوطها انا؟ لا طبعا. لا هذا ظلم. طبعا. واخد بالك. مطلوب مني، مش فاهم انت اصلا عايز ايه. قاعد المدرب يقول لك شوف الفشل ابن الفشل، قاعد الفشل ابن الفشل. امشي المدرب يقول لك شوف الراجل عمال يغير في المدرب، حاجه تعرف يعني. لكن في النهايه احنا اجتمعنا عشان كويس. ايوه احنا اجتمعنا وناقشنا الموضوع من جميع الجوانب. وتقريبا احنا متفقين على قرار معين. واخد بالك.
احنا في انتظار الراجل بس النهارده كان عنده اجازه، يجي بكره ان شاء الله. يعني قرار معين متعلق بالمدير الفني واللعيبه. لا اللعيبه احنا خلاص خلصنا من قصه اللعيبه. اللعيبه هتعلن امتى يا مرتضى بيه الاسماء؟ اللعيبه ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه خلال 48 ساعه، عشان برضه اي لاعب عايز يروح يشوف النادي يشوفه. عشان برضه ما نوقفش قدام يعني يبتدي يجهز نفسه من دلوقتي. وانا عامل حاجه جديده، بجيب كل وكلاء اللاعبين اللي في مصر بلا استثناء. انا ما عنديش مصلحه مع حد. كان في ولد دي مصلحه بيقسم اللعيبه والبتاع واتطرد من النادي. تمام. كان في مجلس الاداره. دلوقتي لا، بجيب كل الوكلاء والله دي اللعيبه اللي احنا ان شاء الله يعني سواء المعارين عايزين نبيعهم او سواء اللي عندنا عايزين نبيعهم او نعرف اللي يجيب لي اعلى سعر همشيه. واخد بالك؟ ده سوق في عرض وطلب. اعلى سعر اي وكيل هيجيب لي، ماليش دعوه بقى ده وكيل فلان ده وكيل فلان، ما تفرقش معايا. اللي يفرق معايا انه يجيب لي اعلى سعر في اللاعب. كم لاعب هتعرضهم للاعاره او للبيع؟ 10 لعيبه في النادي. 10 لاعبين هتعرضهم. 5 معارين و5 معارين. يعني 15 لاعب من الليسته الموجوده مش هيكونوا موجودين السنه الجايه. لا 10 من القايمه. 10 من القايمه اللي هم مقيدين. دلوقتي 29. ايوه. همشي 10 ويفضل 19 ويتبقى 19. كويس جدا. يبقى انا عندي 11 لاعب اجيبهم المفروض. 11 لاعب. انا اجيب 3 4 طبعا اللي احنا خلصناهم. كاسونجو وشامشونج دون مش اسمه اشيمبونج. شامشونج دون والولد اسمه سيسي. وسيسي بس حضرتك هتعيره، ده مش هينفع يبقى معاك. عشان عندك معروف. ومدبولي خلصناه. ومدبولي اللي هو بتاع النصر التعدين. نعم. نعم. وبنتكلم دلوقتي في داوودة المقصة. هو مصر مقصة ما عندوش مشكلة فيه خلاص. وبنتكلم في كابوريا في المصري. واخد بالك؟ لا. ورجعنا ابراهيم عبد الخالق وحازم امام. ايوه. وكوفي رجعتوه. طب بس انت يبقى عندك كده 4 اجانب. والله بص انا بقالنا انا والاستاذ محمود طاهر بقالنا 10 ايام بنتكلم يمكن يوميا. طبعا ببارك له طبعا. ولو حصل حاجه من باسم امبارح انا بعتذر لجماهير النادي الاهلي. انا ما اعرفش حصل ايه، بس حد بلغني انه هو عمل اشاره غير لائقه يعني. لا مش غير لائقه، حاسب عليها. بعتذر حتى لو حد استفزه، لو حد شتم امه خلي بالك. هو عليه الضوء، هو النجم. واحد ممكن يقول لي طب ما انت قلعت الجزمه الالتراس. لا، لانه شتموا جيش مصر ورفعوا علامه رابعه، فده لازم يترفع لهم الجزمه. دي مش حركه بذيئه. واخد بالك؟ ده رد. مش انت رابعه، انتوا بقى بتوع رابعه اللي بتقولوا يسقط حكم العسكر، وده الجزمه في وشكم. تمام. لكن انا بعتذر لجمهور النادي الاهلي لو الولد ده فعلا انا ما شفتش الواقعه، لان بعد الماتش مباشره انا نمت طبعا غاضب، وبعدين صحيت على المكالمه بتاعتك بالظبط اللي انا عملتها بالظبط. هو ده طيب بالنسبه للشناوي مرتضى بيه، الشناوي جه طبعا. طبعا الشناوي بالليل بعد مكالمتي معاك قعد يطلبني فقلت في حقيقه بعمل مصيبه، افتكرته في الاسم ولا حاجه يعني. فالاخر رديت عليه فاقسم لي بطلاق واقسم لي بمصحف انه سليم، انه اسف في المصاب، انه هو مصاب. انه مصاب. فقلت له بص في تحقيق بكره معاك، تيجي التحقيق قول الكلام. بعد ما خلص التحقيق قدامه هو تمام. انا مش جزار. بالظبط. خلي بالك انا في النهايه اب واخ كبير ليهم. استوعبت اللي قاله ووريت له العقد بتاعه والشرط الجزائي، وعرف ان الوكيل بتاعه كان بيضحك عليه، وان الافندي اللي عضو مجلس اداره اللي مضى اللي كتب بخط ايده هذا البند فهمته يا ابني. قلت له انت ماضي ليه انا جنب خطي؟ يعني ده بالخط ليه؟ انت ماضي ليه؟ عشان ده بند خاص لازم جنبك يمضي الطرف الاول اللي هو انا. صحيح. فهو فهم واستوعب واديته صوره من العقد، قلت له ما تخليش حد يضحك عليك. يعني معنى كده انه لا لرحيل الشناوي يا مرتضى. خلاص هو فادنا الصفحه دي والتزم، ما عندناش مشكله. طب هل في اتفضل. وطلبت منه، كان فاروق جعفر قاعد، ان فاروق جعفر يقعدوا مع طارق دكتور طارق ويصفوا اي موقف قديم كان بينهم ايام المنتخب. هايل كويس قوي. طيب هل في اي خلاف على بقاء ابراهيم صلاح للموسم الجديد؟ لا انا بص انا عندي لسته فيها 10 لعيبه المدرب قال يمشوا. تمام. هيتم اعلانهم
بعد 48 ساعه. ما هو انت ما عندكش ماتشات خلاص يا مرتضى بيه؟ لا انا عندي بطوله عربيه. لا خلاص. ما البطوله العربيه انت لو اعلنت بعد بكره خلاص يبقى هو حتى مش معاك. البطوله العربيه فيها ميزه. طبعا هو تشرفني الامير تركي اللي هو رئيس الاتحاد العربي النادي. واخد بالك، وخدت منه موافقه انه حضرتك انسى القائمه المحليه. انت بتعمل قائمتك حتى لو لقيت واحد مترسنه من اي نادي. نعم. القائمه دي اللي بتسموها القائمه بتاع البطوله دي حاجه استثنائيه بتعملها انت، اعتقد 25 لاعب او 23 لاعب مش فاكر. لا تمام. لا. فهتحط كاسونجو وبنيامين وهتشيل بقى اللي انت هتشيله. بالظبط. واخد بالك؟ فانت عندك 3 4 لعيبه او 5 لعيبه احنا تقريبا اتعاقدنا معاهم، دول هيبقوا موجودين في القائمه باذن الله. في القائمه بتاعت البطوله العربيه. وعندك 4 لعيبه اجانب، يعني ممكن سيسي ده يلعب. ما هو قال انه 4 اجانب يلعب، لكن حضرتك لازم هتمشي حد بعد كده عشان مفيش الا قيد 3. هو لو بقينا 4 ان شاء الله، والمهندس انا بريد اتفق معانا ان هيعمل اجتماع لل 18 نادي يوم 24/3 يعني 24 اسف 7 تاني يوم الافتتاح البطوله على طول. وقال لو اتفقتوا على 4 اجانب انا ما عنديش مشكله، الاتحاد ما عندوش مشكله. وده هيبقى بناء على اتفاق الانديه ال 18 بالظبط. احنا قاعدين طب والله يبقى حاجه كويسه. لا يعني هو ده المطلوب، يعني انك انت برضه اتحاد الكوره خد ودي مع الانديه. طبعا طبعا. طب مين هيخش الجهاز الفني مكان ايمن طاهر يا مرتضى بيه؟ والله انا سامع ان ايمن طاهر ماشي. سامع. هو اعلن امبارح فعلا. لا ما هو برضه بيلاحظ انفعال. لكن انا لا باخد استقاله من البق ولا باخد استقاله من البكابورت اللي اسمه الفيسبوك. انا باخد استقاله مكتوبه. كويس. ولما اقدمها هتترفض. اوكي. طبعا لان ايمن مدرب كويس جدا محترم. يعني عمرو صلاح ده مثلا ولا الشناوي ولا جنش وكلهم مستوى واحد دلوقتي تقريبا. بالظبط. والولد بتاع منصف برضه زيهم ما يقلش عنهم يعني. فممكن لحظه انفعال طبعا، لان لحظه الغضب. عشان كده انا لما كلمتوني يعني نمت ليه عشان ما اردش في الاول. ان كنت غضبان. ما ممكن امبارح كلمتك كلام موضوعي جدا 1 2 3 4 ساعه كنت غضبان وبعاتب. واخد بالك، لكن في النهايه انت والناس كلها فهمت الوضع ايه. واخد بالك. صحيح. فايمن طبعا استقالته مرفوضه. طيب هل في المدرب العام رسيت عليه؟ والله احنا متفقين مع عصام مرعي. اوكي. هو برضه عصام محترم جدا. وايمن منصور مدير كوره. يعني يبقى اسماعيل هيعود النهارده ولا امبارح؟ قبل كده كان ده من حوالي 15 يوم. وهيعود بقى اسماعيل مشرف عام اللي هو رئيس قطاع اللي هو بتاعه زي القديم بتاعه. رئيس قطاع. والله اعمل ايه، ما اقدرش استغنى عن ولاد النادي. لا اسماعيل جميل كمان. اسماعيل جميل ومحترم. طيب هايل. يعني عموما كلها قرارات بتصب في مصلحه النادي ده اكيد. وحضرتك بعد بكره هتعلن ال10 اسماء الخاصه اللي هم هيرحلوا خلاص انتهينا منهم. بالظبط كده. بس مفيش حد يمشي ببلاش عشان الناس تبقى عارفه. لا المعار هيمشي ببلاش ولا اللي عندي بيمشي ببلاش. انت دافع فيه فلوس. بالظبط. الوكلاء كلهم يجوا ولا اللعيبه دي انا بسوقهم. طب اللي هيقول لك انا مش ماشي وقاعد واديني عقدي ولا عندي مشكله، يقعد تمام ويطلع يقعد في مارينا ويتفسح معايا، ما عنديش مشكله خالص. اوكي. ما اعتقدش فيه لاعب. لا لانهم كلهم لعيبه برضو عندهم اسماء. طبعا عندهم اسماء كلهم وعايزين يلعبوا ومطلوبين ومعظمهم يعني جاي لهم انديه اكيد. ده اكيد. مين في الزمالك يعني حد يعني برضو عايز اقول لهم كلهم محترمين جدا. يعني ما عنديش مشكله معاهم طبعا. لكن احنا بنغير بقى. زي ما اول ما جيت غيرت الجلد كله وخدنا دوري وكاس، بنغير برضو دلوقتي ان شاء الله. بالتوفيق يا مرتضى بيه ونتمنى لك ان شاء الله لو في جديد ان شاء الله. طبعا اكيد. اشكرك يا مرتضى بيه. اشكرك شكرا جزيلا.